عمرك سألت نفسك ليه دايما المهاجم بياخد الإشادة؟ ليه الناس بتتكلم عن اللي بيجيب الجول مش اللي منعه؟ في الحقيقة الفريق عمره ما هيكسب من غير قلب دفاع تقيل فاهم ومركز ومأمن الملعب للمهاجمين. النهاردة مش بس هنتكلم عن مركز قلب الدفاع، احنا هنتكلم عن ازاي تبقى المدافع محترف بنفسك، مش مجرد تشوف لقطات. لا، انت هتخرج من الفيديو ده وانت عارف ازاي تطور قراءتك لعبك وازاي تقوي رد فعلك وازاي تتدرب صح حتى لو ما عندكش مدرب شخصي. النهارده هنتكلم عن 3 مهارات مهمين جدا عند اي لاعب قلب دفاع. ال3 مهارات دول لو طورتهم عندك بشكل صحيح هيخلوك قلب دفاع محترف. وبعد ما نفهم مع بعض اي مهارة هديك الطريقة اللي تطور بيها نفسك فيها. ال3 مهارات اللي معانا النهارده هما التفكير الدفاعي والتحكم في الجسم، قرارات تحت الضغط. تعال ندخل في الجد على طول ونتكلم عن اول حاجة ونفهمها، الا وهي التفكير الدفاعي او الديفنسيف انسبكشن. يعني ايه التفكير الدفاعي؟ التفكير الدفاعي هو انك تبقى سابق خصمك بخطوة، وده معناه انك مش تستنى المهاجم يجي عليك وتقطع منه الكورة، لا خالص. التفكير الدفاعي هو انك تتوقع اللي هيحصل، تتحرك قبله بخطوة. بمعنى ايه؟ بمعنى انك تبقى عارف المهاجم هيجري فين قبل ما يستلم، انك تقرأ اللعبة بسرعة عشان تعترض تمريرة، انك تقفل المساحة قبل الاستلام، انك تبقى عارف المهاجم اللي قدامك هيراوغك على انهي اتجاه فتسبق وتقفل الزاوية عليه، وده اللي بنسميه الاستباق او الانسبكشن. تعال نشوف مثال عملي يوضح لك اكتر. بس قبل ما نشوف الحال عايزك تعرف حاجتين هيساعدوك. اول حاجة قراءة لغة الجسم، تاني حاجة التوقع على حسب شكل اللعبة. في الحالة دي لتياجو سيلفا بتوضح كل اللي بقوله لك. هنا واضح المساحة اللي بيجري فيها الباك انها كبيرة، التركية كلها هنا هي الاسكان ده. سيلفا عرف ان في مهاجم في ظهره، قرأ لغة جسده وعرف انه هيجري للامام. تاني حاجة بص على اللاعب ده وعرف انه مش هيستغل المساحة دي ويروح على المرمى، ولو راح هو مجهز نفسه ومد جسمه للمساحة دي علشان لو اللاعب راح عليها فعلا فيروح عليه ويضغط ويعترض الكورة. فاول ما عرف الحاجتين اللي بقول لك عليهم دول توقع صح مكان تحرك اللاعب ومكان لعب الكورة واعترض التمريرة فعلا. ارجع شوفها تاني وركز. طب ازاي نطور نفسنا في التفكير الدفاعي؟ اتفرج على مباريات من فوق وشوف المدافعين بيتحركوا ازاي بدون كورة. العب في تقسيمة فيها عدد اقل منك، 3 مهاجمين ضد 2 مدافعين. التمرين ده بيجبرك تفكر وتتحرك بذكاء مش بقوة. كمان وانت بتتمرن خلي بالك من لغة جسم المهاجم، عينيه رايحة فين، رجله اللي واقف عليها بتقول هيعمل ايه. ال3 تمارين دول لو اشتغلت على نفسك فيهم باستمرار هيفرقوا معاك جدا. الخلاصة التفكير الدفاعي هو انك تكون في المكان الصح قبل ما الكورة ما توصل من غير ما حد يقول لك تتحرك ازاي. تعال نتكلم عن تاني حاجة وهو التحكم الجسدي. المدافع القوي مش اللي بيزق، المدافع القوي هو اللي بيمنع المهاجم من انه يفكر يعدي اصلا. لو جسمك ثابت ولو رجلك متنية صح وتحت الزاوية صح المهاجم هيتزنق ويديلك الكورة بنفسه. تعال نشوف مثال عملي. هنا فان دايك في حالة 1 على 1 ثابت ورجليه متنية صح عشان يبقى اخف في حالة لو غير اتجاه جسمه. ففعلا بسبب ثباته ده وانه قافل زاوية المرور دي والتسديد دي المهاجم بيجي ويديله الكورة في رجليه. تعال اقول لك شوية نصايح تطور بيها من نفسك في مهارات التحكم الجسدي. اشتغل دايما على تمرين التوازن، هتفرق معاك جدا. وخليك دايما في الحالات ال1 على 1 زي دي جسمك مش كله للاعب، لا تبقى فاتح جسمك بزاوية 45 درجة عشان توجه المهاجم لاتجاه الخط او الرجل التانية. تعال نعرف تالت حاجة معانا وهي القرارات تحت الضغط. في حالات دايما لازم في ثانية واحدة تاخد القرار، سواء هتقف او هتغطي او حتى هتعمل جامب او هتعمل تاكلينج. وكمان لازم تبقى عارف ان غلطتك ممكن تكلف فريقك بطولة كاملة او تخليه يكسب ماتش مش بتاعه. فركز دايما على المهارة دي لانها مهمة جدا، وخصوصا ان انت كمدافع دايما محطوط تحت ضغط في الحالات الهجومية. طب ازاي تطور المهارة دي؟ درب عقلك على اتخاذ قرارات تحت الضغط، مش بس رجلك، كمان تقدر تتفرج على مدافعين عالميين وتشوف بيعملوا ايه في الحالات اللي زي دي. وبكده كنت كلمتك عن 3 مهارات مهمين جدا لاي لاعب بيلعب في مركز قلب الدفاع. كمان عايز اقول لك لو عايز تتعلم التوقيت زائد التسجيل اتفرج على راموس، عايز تتعلم التمركز زائد الرقي في الدفاع اتفرج على مالديني، عايز تتعلم التفوق في الكرات الهوائيه يبقى لازم تتفرج على كانافارو، عايز تبقى ذكي في الملعب اتفرج على فيرجيل فان دايك. طب لو عايز تبقى ثابت وعندك ثقه اتفرج على تياجو سيلفا. اختار واحد من دول وشوف له ماتش كامل واكتب 5 حاجات بتتكرر منه في كل مباراه، وبعد كده جرب تطبقها في التمرين الجاي. الدفاع مش المركز اللي بيتشهر بس هو اللي بيكسب البطولات. لو عايز تبقى مدافع جامد ابدأ من دلوقتي ودرب نفسك على 3 حاجات: تقرأ اللعب، تثبت جسمك، وتوجه اللي حواليك. لو طبقت الكلام ده هتبقى قلب الفريق مش قلب الدفاع بس. اكتب لي في الكومنت مين المدافع اللي بتحاول تقلده وعايزني اتكلم عن مركز ايه الحلقة اللي جاية، ولو عايزني اعمل حلقة عن مدافع لوحده ونحلل مهاراته قول لي في الكومنتات. وطبعا ما تنساش تقدر تعبي بانك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ليا بأمر الله. كان معكم زياد عزت وسلام.